النسخة اللي معناها يقع توزيعها الآن ونشرها من طرف رئيس المجلس الوطني التأسيسي، هذيك نسخة مغشوشة ونسخة مزورة ونسخة اللي تعتبر في شكلها انقلاب على الشرعية، وتعتبر في شكلها سطو على عمل نواب المجلس الوطني التأسيسي اللي عملوا منذ أكثر من سنة في اللجان التأسيسية من أجل الوصول إلى بعض من التوافقات. هذايا وقع معناها إزالة هذه المنتوج وتعويضه بمنتوج آخر في تواطؤ ما بين رئيس هيئة الصياغة والتنسيق ورئيس المجلس الوطني التأسيسي اللي أحبكوا هذه الخطة وقدموا في عمل استباقي مشروع اللجان ماهيش راضي عليه ولا يعتبر معناها ثمرة مجهود اللجان مش بالصيغة هذيك. هذا في مستوى الشكل. في مستوى المضمون التحويرات اللي وقعت تتنكر صراحة لأهداف الثورة والبعد الاجتماعي للثورة في علاقة بالتشغيل والتنمية والمعطلين والسكن والصحة. نشوفوا إذا ندرسوهم فصل فصل نلقاو تنكر واضح للبعد الاجتماعي للثورة وتنكر المطلب كبير ياسر للثورة اللي هو مطلب الحرية. نلقاوها فهمت الله معناها مقيدة بألف قيد وقيد، ونلقاو معناها قيود كبيرة ومحدودة بصيغات معناها مبهمة بما فيها ذيك الصيغة المعروفة بما يثبته القانون وما إلى ذلك. حق الأضراب كيف نلقاوها تغير وغيروا فيه بشكل معناها كبير وعميق، بالرغم أنه الصيغة القديمة صيغة سيئة وصيغة رديئة. نحن اللي نقولوه الصيغة اللي وصلنا لها اللجان هي في حد ذاتها ما هيش حاجة خارقة العادة، تطلب نقاشات وتطلب في المجلس الوطني التأسيسي توافقات ما إلى ذلك. هما حتى المستوى هذاك رجعونا فيه التالي، بمعنى اللي نحب نقوله توا اللي وقع هو سطو على الشرعية، هو سطو على شرعية الشعب، لأن النواب الشعب قدموا مقترحات وقدموا عمل اللي اليوم جاء منسق الدستور حبيب خضر ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وقاموا بالانقلاب عليه، بمعنى وأنهم الآن انقلبوا على شرعية المجلس الوطني التأسيسي. وبهذه الصيغة المجلس الوطني التأسيسي بدستور كهذا لا معنى له. بالنسبة للنواب المعارضة عندنا أشكال نتاع تصعيد بما فيه الاعتصام داخل المجلس الوطني التأسيسي، وجادين في هذا سنعتصم وسندعو الشعب للاعتصام إلى حد وأنه تكف معناها الأقلية اللي موجودة عند الشعب على أنها تضحك على ذقون الشعب وعلى أنها تقوم بكل ما تريد دون وأنه معناها ما فماش قوة ترجعها وقوة تردعها.